السلام عليكم. كل الصحف الاسبانيه وبالذات السعوديه اجمعت ان لوكا مودريتش بيقترب بين نادي النصر السعودي ويزامل كريستيانو رونالدو. طب نبدا الحرم الاول ان لوكا مودريتش في اخر مره جه يجدد العقد مع ريال مدريد، بريز جدد له عقد لموسم واحد بس اللي هو هينتهي في 30 يونيو 2023، اللي احنا في السنه دي في الصيف الجاي يوم 30 يونيو هينتهي عقد لوكا مودريتش مع ريال مدريد ويبقى لاعب حر. بس هل هيجدد لوكا مودريتش مع ريال مدريد؟ وهل فعلا لو جاله اي سعر؟ في ناس بتقول 40، في ناس بتقول 50، وفي ناس قالت ان السعر ممكن يوصل ل 70 مليون زي مثلا كاسيميرو او ويلعب في اخر الثلاثينات لو جاله السعر ده او جه المبلغ ده. ليه بيريز؟ اكيد بيريز اول حاجه يفكر فيها هو البيع. من ناحيه نادي النصر اعلن ان هو يعني، او كل الكلام اللي كان حواليه بيتقال ان هو مش بس كريستيانو هتبقى اكتر صفقه هو جابها، لا كان فيه هيبقى فيه صفقه كمان مدويه هيقعد يتكلم عليها الاعلام السعودي وهيقعد يتكلم عليها الاعلام العربي والعالم كله، غير كريستيانو رونالدو قبل ما الشتاء ينتهي او قبل ما شهر واحد ينتهي وقبل ما الانتقالات الشتويه تنتهي. في صفقه كمان غير كريستيانو رونالدو مدويه برضو وعالميه وعنصر مهم هيبقى في نادي برضو كبير والنادي النصر، يعني او كل الكلام اللي حوالين نادي النصر كله بيقول كده. والكلام كتر من اليومين اللي فاتوا عن مودريتش من ريال مدريد لنادي النصر السعودي. جه صحافه اسبانيا كلها اجمعت ان خلاص يعني بريز بيفكر ان مودريتش كبير في السن، مودريتش في اخر الثلاثينات، مودريتش مش هيقدر يدي مثلا موسم او اتنين كمان، لا مودريتش يبقى مثلا اخره تجديد العقد ده او العقد اللي هو حاليا فيه اللي هو هيخلص في 30 يونيو 2023 في الصيف، ويخلص من هنا ويبدا يبيعه او يشوف يستمع للعروض اللي جايه. ده كل كلام الصحف الاسبانيه عن بريز، ان بريز خلاص بيفكر ان لوكا مودريتش خلاص يعني حوار التفنيش بيفنش وهو اخر الثلاثينات، وان لو جه عرض مناسب من اداره النصر او اي نادي لبريز وريال مدريد هيستمعوا ليه وفعلا ممكن يقرروا برحيل لوكا مودريتش عن ريال مدريد. شيء هيقطم ظهر البعير زي ما بيقولوا. خلاص يعني كده ما عادش حد يعني. ويقولوا كمان راموس كمان هيروح، فيعني ما مش عارف الصراحه نادي النصر هيعمل دريم ليج ولا ايه، مش عارف. هيعمل ريال مدريد 2017 تقريبا، هياخد لوكا مودريتش وهو خد كريستيانو، بيقول لك هيروح لهم راموس كمان، مش فاهم في ايه الصراحه. فنادي النصر بيشتري ببذخ. ده كل الكلام اللي بيتقال ده كله نقلا عن الصحف. انا جاي بس اقول لكم في الفيديو ده كل الكلام بتاع الصحف السعوديه زي الميدان وزي وصحف اسبانيا كمان قالت ان خلاص الحوار قرب. صحف برضو السعوديه قالت ان خلاص العقد اتعقد رسمي او خلاص يعني الحوار تم وخلاص مودريتش بقى يعتبر لاعب في نادي النصر او حتى لما يخلص عقده في 30 يونيو اللي جاي. فلسه هنشوف الايام الجايه هتقول لنا ايه. فاضل اسبوع تقريبا او اقل من اسبوع على انتهاء الموسم بتاع الانتقالات الشتويه وخلاص الدنيا بتقرب. هنشوف ايه اللي هيحصل، هنشوف هل لوكا مودريتش فعلا هيروح للنصر. حاجه فعلا هتحزن اي مدريدي، والواحد منهم هتكسر ظهر اي حد مدريدي حرفيا. اخر شمعه والشمعه الوحيده اللي بتنور درب ريال مدريد زي ما كان بيقول فادي العتيبي خلاص هتطفي وهتنطفي نهائيا، حتى مش هتشوفه في النادي تاني. وبس شباب ده يكون خلاص الفيديو بتاعنا النهارده. متنساش دعم الاشتراك، انزل الاشتراك وفعل زر الجرس يوصلك كل جديد. سلام.